صباحكم زي الفل. الناس اللي بتسألني انت بتتكلم انجليزي كده ازاي؟ اولا انا مش بيرفكت، يعني بتلخبط وبقطع ساعات وبتاع، بس هي الممارسة. انا زي ما قلت لكم كنت دخلت امتحان ايلتس كذا مرة، فقعدت ذاكرت شوية. فانت لازم برضو هتقعد تكتب، حاول تدون يومياتك بالانجلش، حاول كل يوم تدخل لحصيلتك اللغوية كلام جديد، وما تحفظش الكلمة ومعناها، احفظ جمل، كرر كتير، اسمع انجلش. يعني انا كنت قاعد بقعد فتره كده انا بشغل التليفون جنبي طول الليل حتى وانا نايم. يعني هو كان بيقول لك كده ساعات السب كونشس بتاعك، يعني العقل اللاواعي بيبقى شغال وانت نايم، وفيه كلمات بتخش وبتتعود على اللغه في ودانك. فالحمد لله بالنسبه للليسننج انا ما كانش عندي فيه مشكله خالص. ولما كنت بخش الامتحان الايلتس كنت اعلى حاجه بجيبها الليسننج. يعني مره انا جبت 7.5 في الليسننج. ف وحاول تتكلم مع نفسك كتير، حاول تتكلم مع حد، ما تخافش ان انت تغلط. وبراكتس ميكس بيرفكت. يعني انت كل ما بتراكتس، كل ما كل يوم بتضيف حصيلتك اللغويه كلام جديد، بتتعلمه في جمل بتطبق عليها، ان شاء الله باذن الله في فتره قليله جدا الكلام ده مش هياخد منك. يعني لو انت مش مستعجل على الموضوع، كل يوم مثلا نص ساعه، مش هقول لك مش اقل من كده، سيبك من اللي بيقول لك 5 دقايق 10 دقايق، مفيش الكلام ده. انت لازم تبراكتس على قد ما تقدر، تتكلم مع نفسك كتير جدا. يعني لو تقدر تتكلم مع نفسك كل يوم ساعه انجلش، اتكلم، كرر اي حاجه، اتكلم اي حاجه قدام منك تقع ترجمها، اكتب كتير. بس يعني دي كل نصايح الانجليش، وان شاء الله باذن الله في وقت قليل هتلاقي فرق، هتلاقي في فرق. وحاول تسجل لنفسك ريكوردات فيديوهات، وشوف نفسك بتتكلم ازاي، وعيد الفيديو تاني واتكلمه بطريقه احسن. وان شاء الله باذن الله لو انت تابعت طريقه الفيديوهات دي هتلاقي الموضوع اختلف معاك تماما. صباحكم زي الفل.